السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن حل سحري لزيادة إنتاج البيض. الحل ده مش هتصرف عليه حضرتك قرش واحد، يعني لو حسبتها هتلاقي نفسك ما بتصرفش أصلا عليه. وتأثير الحل ده على زيادة إنتاج البيض يمكن أن يكون سحريا، وبرضه يمكن أن يكون سلبيا. يعني ممكن حضرتك تاخد الحل ده تزود بيه إنتاج البيض، وممكن نفس الحاجة هي تقدمها للطائر تتسبب فيه لتسمم. تخيل! والحاجة دي ببلاش، مش بتدفع فيها قرش، هي مش فزورة. لكن حضرتك لازم تعي كويس انك مش لازم تدفع اصلا فلوس علشان تزود انتاج البيض. ممكن بتفاصيل بسيطة وحلول سحرية تزود انتاج البيض، لكن ازاي؟ هو ده موضوعنا النهاردة. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين يا جماعة نعرف كويس قوي انه الطائر ممكن ياكل اي حاجة بياكلها الانسان. اي اكلة بياكلها الانسان الطائر ممكن ياكلها، لكن ازاي والكمية والطريقة وكل التفاصيل دي هي الحدوتة. يعني كنا بنقول لكم زمان ان انتوا خلي بالكم مثلا من اكلة زي الخيار. الخيار كنا بنحذركم من الخيار، صح؟ هو ده مش اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، لكن انا بضرب لك مثال. ليه بنحذرك من الخيار؟ لان الخيار ممكن يكون شويه بيقلل الخصوبه بتاعه الطائر، بيقلل كميه انتاج البيض اللي بتنتج، فبيقلل انتاج البيض في الاخر بدون الدخول في تفاصيل وبدون ما نشرح هو ليه بيقلل انتاج البيض، بس هو بيقلل انتاج البيض. دي أكلة بياكلها الإنسان وما ينفعش ياكلها الطائر، لكن ممكن ياكلها الحيوان. ممكن ياكلها أي نوع تاني من أنواع الدواجن، ممكن الدواجن اللي غير بياضة. فبشكل عام أغلب الأكلات اللي بياكلها الإنسان الطائر ممكن يستفيد بيها، إلا أكلات معينة. الأكلة اللي احنا جايين نتكلم عنها النهاردة، أو نوع الأكل اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة، كله ينفع ياكله الطائر. لكن السؤال هنا، إزاي ياكله الطائر؟ إزاي يستفيد بيه من غير ما يحصل له مشاكل؟ دلوقتي حضرتك كده فضلة خيرك انت في رمضان. رمضان قرب، كل سنة وانتم طيبين. بيكتر في رمضان فكرة انه حضرتك لما تيجي تاكل تلاقي نفسك شبعان، فتسيب شوية رز ولا مكرونة في الطبق ويترموا ما يتاكلوش. تمام؟ بيترموا للطيور. تحط حضرتك الرز والمكرونة للطيور، فتلاقي الطيور تاني يوم جالها تسمم. طب هو الأكل ده وحش؟ لا، مش وحش. انت بتاكل حاجة تجيب تسمم؟ لا طبعا. الإنسان ما بياكل الأكل ده بيستفيد بيه، ما بيحصلوش تسمم. طب ليه الطائر لما أكل الأكل ده بعدينا جاله تسمم؟ هل احنا عندنا تسمم وعاديناه ادينا له العدوى؟ لا برضو، احنا زي الفل ما فيناش مشاكل. طيب جيت حضرتك في يوم تاني كده شوية طبيخ فضلوا منك، رميتهم للطيور فالطيور جالها تسمم برضو نفس الموضوع. الطيور اتصابت بتسمم عشان كلت الاكل البشري. هل الاكل البشري مضر للدرجه دي؟ لا، الاكل البشري مش مضر، بس خليك مركز معايا. جيت حضرتك في يوم تاني كده ايه، قدمت اي حاجه من الاكل اللي بيفضل في البيت عندك، هتلاقي كل مره الطائر بيحصل له مشكله. طب هي المشكله في الاكل ولا المشكله في طريقه تقديم الاكل؟ هنا بقى الزتونه. اي اكل حضرتك بتاكله او اغلب الاكلات اللي حضرتك بتاكلها ينفع الطائر ياكلها. البصل ينفع الطائر ياكله، بس ياكل البصل النضيف مش اللي عليه سواد ده تحس انه مصمت شوية. ممكن ياكل التوم بس بكميات قليلة. ممكن ياخد حبة البركة بس بكميات متوسطة. ممكن ياخد زنجبيل بس بكميات على القد. ممكن ياكل اي حاجة انت بتاكلها من الاكلات الطبيعية من خير ربنا سبحانه وتعالى، لكن بمحاذير. مشكلة بواقي الاكل بقى، بواقي الاكل تحديدا اللي بتتبقى مننا، مشكلتها بتكمن في ايه؟ بتكمن في ان بواقي الاكل دي في حد ذاتها نظيفة، بس لما بتروح للطائر بتتحول من اكلة نظيفة لاكلة ملوثة. ليه؟ لان اغلب الناس لما بترمي بواقي الاكل للطيور بترميها زي ما هي. خد اهو،
ترمي الطبق زي ما هو، تحط اي طبق في اي حتة كده وخلاص. الطائر من دول ياخد بواقي الاكل دي، تمام. ياكل منها حتة تقع منه على الارض على الفرشة اللي هي مش نظيفة، ياخد حتة الكوسة دي ولا شوية المكرونة ولا شوية الرز، ياكلهم بالملوثات اللي في الارض، بالروث اللي في الارض، بالفضلات اللي بتفضل في المكان اللي بيتربى فيه الطائر. فتلاقي الطائر من دول ماله، تلاقي الطائر من دول جاله تسمم. جاله تسمم من ايه؟ من الاكل؟ لا، مش من الاكل، جاله تسمم من الفرشة اللي مش نظيفة. فاحنا هنا قدامنا حلين لهذه المشكلة علشان نزود انتاج البيض زيادة كبيرة جدا، لان الرز والمكرونة والطبيخ والحاجات اللي بتتبقى مننا دي مفيدة جدا جدا جدا، وتأثيرها على انتاج البيض تأثير سحري. ليه؟ لأن فيها مكونات كتيرة مختلفة وجديدة على الطائر بتدخل جسمه تنعشه. بس المشكلة كلها بتكمن في طريقة التقديم. في حلين لهذه المشكلة. أول حل، لازم تبقى متأكد إن المكان اللي فيه الأكل اللي بياكله الطائر، الفرشة، نظيفة تمام النظافة، ما فيهاش أي مشكلة تتعلق بالتلوث، أنت لسه منظفها بإيديك. بس برضو الحل ده لوحده لا يكفي، بل انه ملوش لازمه. هتقولي ليه؟ اقول لك لانه 5 دقايق وتلاقي المكان والفرشه اللي تحت الطائر اتلوثت تاني بفضلات الطائر، لان الطائر مش بيبطل. الطائر من دول مش بيبطل اخراج فضلات، تمام. يعني انت بيبقى عندك ايه، كميه كبيره من الطيور، بسم الله ما شاء الله. اغلب الطيور دي ايه؟ اغلب الطيور دي مواعيدها مختلفه، كل طائر فيهم له مواعيد مختلفه في اخراج الفضلات. فانت مهم تعمل ايه؟ المهم ان انت تعمل حاجه بسيطه خالص خالص خالص، وتجيب طبق، تمام. تجيب طبق يكون كبير شوية، طبق بلاستيك من الأطباق الكبيرة اللي عامل زي الصينية ده، تمام. تحط فيه بواقي الأكل كلها، بحيث إن الطائر ما يوقعش أكل بره، والطبق ده يكون متثبت على الأرض بشكل أو بآخر. بعد ما يخلصوا بواقي الأكل، تحط الطبق ده على جنب كده، تسنده على الحيطة، تمام، علشان يبقى بعيد عنهم وبعيد عن فضلاتهم. وكل شوية تجيب الطبق ده وتنضفه تنظيفة سريعة، وتحط فيه بواقي الأكل اللي بتفضل منك، سواء في رمضان بقى، في أيام تانية غير رمضان، في ظروف فيها بواقي أكل أو ما فيهاش بواقي أكل. كل التفاصيل دي بمنتهى البساطة مش هتفرق مع حضرتك غير بكل خير. هيكون تأثيرها إيجابي جدا على الطيور وعلى إنتاجية الطيور من البيض، لأن بواقي الأكل دي بتحتوي على كربوهيدرات، بتحتوي على زيوت، بتحتوي على بروتينات، بتحتوي على توابل، والتوابل دي مهمة جدا، سواء الفلفل الأسود أو الشطة أو الزنجبيل. تحتوي على أعشاب، أحيانا بتحتوي على خضروات زي الكوسة مثلا. تحتوي على حاجات كتيرة مفيدة بالنسبة للطائر، وهتعزز إنتاجية الطائر من البيض بشكل سريع وملحوظ. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.